من غير ما نحتاج نعصر طماطم ولا نسبك، هنعمل اسرع واطعم صينيه بطاطس وفراخ بالصلصه ممكن تاكلوها، وطعمها كمان بيكون مختلف ومميز جدا عن صينيه البطاطس العاديه. فتعالوا نشوف هنعمل ايه، وما تنسوش الاول تعملوا سيف للفيديو عشان هتحتاجوا له كتير جدا. في بولة أو طبق غويط هنحط معلقة كبيرة من الصلصة اللي هي معجون الطماطم، عليها معلقة كبيرة من الكاتشب ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، معلقتين كبار من زيت الزيتون وعصير ليمونة كبيرة، معلقة كبيرة من عسل النحل، ونظبط الملح بتاعنا ونحط شوية توابل عبارة عن نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر والبابريكا والزعتر وبهارات الفراخ والبصل البودر. هنقلب الكلام ده كله، بس الأول نضيف عليهم نص كوباية من المية. هنجيب الصينيه بتاعتنا ونحط فيها شرايح من البصل وشرايح من البطاطس، ما تكتروش البطاطس عشان ما تعجنش، وبحب في الطريقه دي اقطع البطاطس رفيعه عشان تستوي بسرعه. حطيت الفرخه اللي كنت مقطعاها 4/4 وكنت نقعها قبلها في ميه بملح وليمون لمده ساعه. ضفت عليها الصلصه اللي احنا عملناها وبدات اخلطها مع البطاطس والفراخ كويس، وحاولوا كده تدخلوها من تحت الجلد. بحب اديها كده على الوش رشه من الفلفل الاسمر، بس ممكن ما تحطوهوش عادي. هنغطي الصينيه كويس قوي بورق زبده وبعدين ورق فويل او اي غطا مناسب يكون مقفول كويس. هندخلها على فرن حراره 220 من 40 ل 45 دقيقه. اول نص ساعه بنسيبها بالفويل وبعدين بنشيل الفويل وبنسيبها كده منها للفرن على طول. ممكن اخر 5 دقايق بنولع الشوايه لحد ما تاخد اللون الخطير ده. جنبها بقى شويه رز بالشعريه او بالعيش البلدي، وبالهنا والشفا.